هو برضو يا كابتن ياسر ويا كابتن عبد العزيز، لما اجي انا اتكلم على نظام لعب او الفورميشن بتاع اللعب، لازم الاول ابقى عندي البديهيات والاساسيات. فاهم؟ ده في لعيبه النهارده في نص الملعب، ما هو لو في وقت كنت جبت لكم اللقطات، في لعيبه تمسك الكوره وتديها لعيبه ايفرتون وهي قدامها وزميله جنبه، التمرير او قالب بكوره، استلم وسلم، بيدي للمنافس. تعالى دلوقتي النهارده عمليه التسديد، 25 تسديده لليونايتد على المرمى في خلال ال 90 دقيقه. كم بقى تسديده في المرمى اون تارجت؟ 5 ولا 6؟ تمام؟ 9 ركنيات، 6 تسديدات اون تارجت، 9 ركنيات على المرمى. الناس بتتنشأ على ركنيه ودول جالهم 9، تمام؟ ولا استفادوا ولا في واحده. فاهم؟ والتسديده الوحيده على المرمى اتت هدف لايفرتون. ايوه ادي يا كابتن. ولما تيجي تستلم في ما انا بوصلك، عاوز اوصلك لمنطقه الجزاء، 52 لمسه داخل منطقه الجزاء، هم مش اذكياء داخل منطقه الجزاء، كل واحد عاوز يخلق لنفسه المساحه والوقت عشان يسدد. هو في حاجه في الكوره ان انت داخل منطقه الجزاء توسع لزميلك، تحضر لزميلك. دي الاساسيات الكوره اللي احنا عرفناها. دول نسيوا ولا عندهم بديهيات ولا اساسيات. فاهم؟ وتتكلم على لعيب بيلعب في مانشستر يونايتد والفرقه بتلعب قدامه 10، تيجي تقول لي عشان ما تغير نظام اللعب وبتاع. مش لما يبقى عندهم الاساسيات الاول ويبقى عنده البديهيات ويعرف يستلم ويسلم لزميله، انما قدامه الكوره يروح يلعبها للخصم، المساحه فاضيه يروح بدل المساحه الفاضيه اهو لزميله، هنا المساحه الفاضيه لزميله يروح رايح فيها. طب ما تفتح لزميلك المساحه. فرقه بتلعب 10 ومتكتله، لازم يبقى في ربط ما بينك وبين زميلك، مش انت اللي هتاخد الكوره وتروح. اخلق للمساحه، اعمل التمريره، اتحرك عشان تتحرك للبعيد عشان يبقى القريبه فاضيه في الكرات العرضيه. الكرات العرضيه النهارده تاركوفسكي وكين طوال، الطبيعي ان انت لما تروح للشمال واليمين العب تحت على الارض، العب في مساحه تبقى صعبه عليه، زميلك يتحرك على الاولى، تتحرك انت على الثانيه. الاختراقات بتاع نص الملعب النهارده يا كابتن عبد العزيز، ما هو انت عشان تخلق مساحه او تخلق خطوره لفرقه متكتله، لازم اللعيبه اللي بتوع خط الهجوم ولاعيبه نص الملعب يبقى في ربط. ماشي، انت تنزل انا اخد في المساحه. النهارده اتعملت مع ماونت، اللي الكره اللي ضيعها برونو، اللي حطها بدل ما يحطها بشماله حطها بيمينه. لازم الحاجات دي تتكرر، تكرار التدريب. انتوا بتلعبوا ماتش واحد كل 6-7 ايام وفرقه طرد منها واحد، قول لي ايه اعذرك؟ تكسب النهارده تروح رابع، قول لي انت اعذرك، قول لي. كانت فرصه ثمينه خصوصا هذه الجوله. ايوه فرصه ثمينه مميزه. أيوة. اميز فرصه لمانشستر يونايتد. ومع احترامي بقى للنظام وتغيير النظام، الاول اشتغل على الاساسيات والبديهيات، وبعد كده نشوف اللعب ونشوف نظام اللعب، وبعدين بقى في الاول وفي الاخر قبل الفنيات، قبل التكتيك، قبل اي حاجه، الكره روح، الكره قلب. فاهم؟ عشان تكسب لازم يبقى عندك رغبه وعندك روح. زيركتي يا كابتن ثلاث كرات بالراس وهو متمكن، يعني من غير المضايقه، وحيده بس اللي قدر انه يصدها بيكفورد بصعوبه، واللي كان زي ما قال الكابتن هو تصدي الجوله. ولكن المرتين الاخرى تعطيك معنى الحقيقي لوجوب تواجد مهاجم صندوق. مهاجم الصندوق يختلف عن اي مهاجم. هو جلب شيشكو كمهاجم صندوق. لا انا قاعد اقول لك الغياب، ان الفرق الغياب اثر على الفريق. اي ان الغياب بوجود لاعب صندوق. وزيركزي لا يخدم الفريق. لا يخدم داخل الصندوق، لا صعب جدا. ولا حتى خارج لا الصندوق. لا يملك داخل الصندوق. هو خارج الصندوق. هو اصلا من التسخين احنا شفنا الطيحه حقت السقوط اللي قام. الواحد زعلان على حاله اليونايتد والله. يبقى الواحد جاي انه شايف ان اليونايتد هيكسب وبتاع، يسدوا نفسك. بس انا كنت خايف على الجاكيت يعني. على فكره يقولون هذا يا عبد العزيز والله. صحيح والله العظيم. انت لما بنلعب خماسي انت بتبقى بص محروق ان انت ما تخسرش. صحيح. انت عارف ان انا عارف. ايوه يا اخي. ان اللعيبه دي بس والنبي شوي على الجاكيت. على طاري عارف